الشباب شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. هذا اول مقطع فيديو طويل ينزل بقناتي على اليوتيوب. قبل لا ابلش لكم المقطع سووا لنا لايك واشتراك بالقناه حتى نستمر بهاي السلسله، واحكي لكم على المباراه مال الشرطه، مباراه نادي النصر في دوري ابطال اسيا. بالبدايه والله العظيم مستحي شو اسولف بهذا المقطع. اول شغله، انديه الدوري العراقي ما يحتاج لها شيء ولا ناقصها اي شيء، بالعكس ارقى ملاعب، تطوير الملاعب بشكل مو طبيعي بالدوري العراقي، وكلكم جاي تلاحظون هذا الشيء وكلكم جاي تشوفون هذا الشيء. الاتحاد العراقي جاي يصرف اموال هائله على الملاعب، على الانديه الدوري العراقي، وقالوا دوري محترفين، وهاي السنه الثانيه على التوالي من دوري المحترفين موجودين بالدوري العراقي. لكن للاسف نتائج انديه الدوري العراقي الصراحه نستحي نطلع ونسولف بيها، نستحي نطلع ونحكي بيها. بداية مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي، بملعبنا وبجمهورنا وبين أرضنا خسرنا 5 أهداف من الأهلي السعودي، والأهلي السعودي ما جاي بكامل نجومه ولا حاضر بكامل نجومه، لعبوا بالخط الثاني أو بالخط الثالث مثل ما تقولونه، وخسرنا من عندهم 5 أهداف. يا أخي شنو ذنبه هذا الجمهور من يحضر بالملعب ويآزر ويشتري بطايق ويدخل للملعب لا يشوف نتيجة ولا يشوف آداء؟ إلى متى؟ يعني والله العظيم مستغربين شنو اللي ناقصنا. خلينا نطلع ونسولف. الاتحاد العراقي تعاقد ويا تيباس رئيس الليغا الدوري الإسباني، تعاقد وياه وأحلى ملاعب وأرقى ثيب جاي تلعبون عليه. هاي وحدة. شغلة ثانية، مباراة النصر السعودي والزوراء العراقي اليوم اللي انتهت ب5 أهداف مقابل هدف واحد. الملعب النصر السعودي، صح النصر السعودي بكامل نجومه بكامل محترفينه، بس لكن هذا ما يضعف قوة العراقي ولا يضعف قوة أندية الدوري العراقي. لكن احنا جايين نسولف، اريد ان تعليقاتكم حلوة وايجابية بدون سلبية، وتوقعوا المباراة اللي صارت بالتعليقات. يا اخي المشكلة لا شفت اداء ولا شفت لعب، يعني حتى اهداف النصر السعودي اجن الاهداف والله العظيم اللاعبين واقفين ويسجلون اهداف يعني بكامل الاريحية. جلال حسن الرجال شو يسوي لك اذا الدفاع بيه خلل؟ النادي العفو الفريق كله، الفريق منظومة كاملة بها خلل، يعني جلال حسن شو يسوي لك؟ جلال حسن شو يطلع لك؟ طوبة طوبتين، يعني كثير والله العظيم كثير من الاهداف طلعهن جلال حسن، اتخطاهن جلال حسن. ما اعرف يعني يا سبحان الله. الخلل بيمن؟ الخلل بالانديه مالتنا بلاعبينهم، او الخلل احنا بينا جمهور قابلين على هيك اداء وهيك نتائج سلبيه؟ الخلل وين؟ خلينا نفتهم. اريد ان واحد يفهمني الخلل عندنا. الخلل بالاتحاد العراقي، الاتحاد العراقي موفر له ملاعب وموفر له اموال، شو يريد بعد؟ وموفر له كل شيء بالدوري العراقي. شنو اللي محتاجينه؟ شنو اللي ينقصني؟ ليش ما نطلع نصير حالنا حال العالم؟ العالم جاي تلعب ودورياتهم حلوه ومرتبه وعندهم لاعبين وعندهم اسماء محترفين خارج دورياتهم، وايضا انتاج اللاعب عند الانديه الخليجيه او الدوري السعودي. الدوري السعودي صح دوري عالمي، احسن 5 دوري بالعالم، بس لكن احنا ما عايزنا شيء. ليش ما نصير حالنا حال العالم؟ ليش ما نصير احسن من العالم؟ ليش؟ يعني هم عندهم لاعبين، احنا عندنا لاعبين، قسما بالله عندنا مواهب بالعراق طامه كبرى، تجي من الشمال للجنوب، انواع اللاعبين، بس يا اخي مظلومين. ماكو مدارس كرويه تنتج هاي اللاعبين الشباب الناشئين الاشبال. استقل مدارس، اسوي اطور الكره بشكل عام. لاعبين عندنا، ملاعب عندنا، شنو اللي نحتاجه؟ والله قهر. ضليت اشوف مباراه الانديه العراقيه خارج شو اسمه دوري ابطال اسيا، والله اتندم على مشاهده المباراه، اتندم لان اباوع بس قهر. اريد رايكم بالتعليقات. وصلنا وياكم لنهايه الفيديو، وكتبوا لي شنو رايكم بهذا المقطع، واشتركوا بالقناه
وحطوا لنا لايك وشيروا القناه الكل بكان، الكل صديق عندك، لان قناتنا جديده، ودعمونا ولا تنسونا بالاشتراك، وكتبوا لي رايكم بالتعليقات. استمر لكم بهيك مقاطع. في امان الله.